طبعا الزيارة لبروكسل تدخل في إطار التحسيس بالوضعية الإنسانية للاجئين الصحراويين، والتي تشهد منذ مدة تدهور مستمر. وكذلك هي جهد مشترك مع كل الفاعلين، من وكالات متحدة ومنظمات غير حكومية، 18 منظمة غير حكومية العاملة في المخيمات التي تهتم بهذا الوضع. كل منا بما فيه الهلال الأحمر الصحراوي نقوم بما يمكن أن نقوم به: تحسيس المجتمع الدولي، وهنا في بروكسل المؤسسات الأوروبية والبرلمان الأوروبي لتحسيس بهذا الوضع الإنساني. وكما تعلمون تم إطلاق نداء مشترك في إطار مخطط الاستجابة للاجئين الصحراويين، والذي يقدر الاحتياجات 179 مليون دولار لهذه السنة وحدها 2026. يزيد على 89 دولار الاحتياجات العامة. هناك نقص شديد في هذا التمويل، وعليه نحن كلنا بجهود مشتركة نعمل على تحسيس المجتمع الدولي ولفت الانتباه، خاصة أنه له آثار مباشرة. هذه أزمة التمويل لها آثار مباشرة على المتضررين في العالم واللاجئين في العالم، وكذلك بشكل مباشر على اللاجئين الصحراويين. في مايو الماضي أطلقت منظومة المتحدة النداء للمجتمع الدولي، وكذلك هذه ائتلاف المنظمات غير الحكومية والهلال الأحمر الصحراوي، لفت الانتباه لهذا الوضع بعدما أصدرت جامعة لندن مسح غذائي، تقرير حول مسح غذائي يبين أنه نسب سوء التغذية وفقر الدم لدى النساء والأطفال وصلت إلى وضع غير مسبوق لم نشهده منذ 2010. بطبيعة الحال الاتحاد الأوروبي كفاعل مهم وقريب جغرافيا من اللاجئين الصحراويين، ولديه كذلك مسؤولية في هذه القضية. نسعى إلى أنه كذلك يزيد من مساهمته التي ظلت مستقرة منذ 2016 إلى حد الآن في حدود 9 مليون 9 مليون أورو. إذن كل المؤشرات تظهر أن هناك تدهور لهذا الوضع، ونحن نعمل ما في وسعنا لتحسين من هذا الوضع الإنساني برمته. هناك أولويات تتضمنها خطة الاستجابة، وعلى رأسها الماء، توفير الماء الصالح للشرب، توفير الغذاء، توفير الإيواء والعلاج، ويبقى كذلك التعليم نظرا لخصوصية